ممثلتين اخوتين، الوجه الجميل خانت وطنها ودعمت اسرائيل رأي ابراهيم. الوجه الشرير ريا في افلامها على العكس تماما دعمت الجيش المصري نجمة ابراهيم اللي كان لها دور وموقفها الوطني والبطولي مع بلدها مصر على الرغم من ديانتها اليهودية. رفضت ترك مصر والهجرة مع عائلتها لإسرائيل على عكس أختها رأي إبراهيم اللي خانت وطنها ودعمت الصهيونيين. يلا نبتدي حكايتنا، بس مش عايزاك تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليوصلك كل فيديوهاتي. بولين أوديون الاسم الحقيقي لها، شهرتها نجمة إبراهيم، ولدت لأسرة يهودية مصرية عام 1914. سابت تعليمها وهي صغيرة واتجهت للفن. بداية حياتها اشتغلت كرائصة ومغنية في العديد من الفرق المسرحية. كان نفسها تبقى زي منيرة المهدية أو كوكب الشرق أم كلثوم في الغناء. الكتير قالوا عنها إنها بتتمتع بصوت قوي وإحساس عالي. غنت في العديد من المسارح وكانت بتلقي مونولوجات لكثير من سنوات طويلة. بداية الثلاثينات كان تغيير في حياتها، حصلت أزمة اقتصادية في الفن اضطرت لتركه. بعدها عملت كصحفية في مجلة اللطائف. من هنا حصل التغيير، علاقة عاطفية مع زميلها وكان مسلم، عرض عليها الزواج واقتنعت الإسلام وتركت اليهودية. ده كان سنة 1932، بس للأسف انفصلت عنه قبل إتمام الزواج. بالرغم من انفصالها من الشخص اللي كان السبب في دخولها الإسلام، إنها تمسكت نجمة إبراهيم بإسلامها ودومت دايما على حفظ القرآن الكريم، وحرصت على زيارة الندوات الأسبوعية للحديث في الأمور الدين. اشتهرت بين عائلتها بلقب المتصوفة. عادت مرة تانية نجمة إبراهيم للفن في الأربعينات وتوغلت في التمثيل في أدوار الشر. على عكس شخصيتها، كانت دايما مشهورة بين الفنانين بالفنانة رقيقة القلب وعاطفية للغاية، لدرجة إنها كانت بتقاطع حضور الأفلام اللي كانت بتجسد فيها أدوار الشر لأنها كانت بتبقى ناقمة على نفسها. اتجوزت نجمة إبراهيم مرتين. الزوج الأول عبد الحميد حمدي ملقن النصوص للفنانين، استمر زواجهم 9 سنوات ثم حصل الانفصال. بعدها اتجوزت من الممثل والملحن عباس يونس اللي كونت معه فرقة مسرحية. كانت نجمة دايما بتخصص إيرادات مسرحيتها لتسليح الجيش المصري بأحدث المعدات، على عكس أختها رأية اللي عملت جاسوسة ضد مصر. رأي إبراهيم بالرغم من إنها مصرية واتولدت في المنصورة سنة 1919، كان لها ولاء دايما شديد لدولة إسرائيل اللي ظهرت في العديد من المواقف، اللي أبرزها رفضها للمشاركة في فيلم كانت بتقوم فيه بدور بدوية بتخدم الجيش المصري. كمان بالإضافة إن هي رفضت كرئاسة الوفد المصري في مهرجان كان كونها يهودية. دي كمان من الأمور اللي ابتعدتها عن الوسط الفني وسابت مصر. ده كان سنة 1954 وذهبت للولايات المتحدة. من هناك اتعرفت على عالمة الذرة المصرية سميرة موسى، اللي هي كمان كانت السبب الرئيسي في قضية سميرة موسى اللي رفضت التعاون مع أمريكان. إسرائيل من هنا قررت إن هي تنهيها، وده كان عن طريق رأي إبراهيم. أما نجمة اللي كان ليها دور قوي في تسليح الجيش المصري عن طريق الإيرادات مسرحيتها، كرمتها الدولة ومنحتها وسام الاستحقاق. كان في آخر حياتها عانت من ضعف شديد في البصر، مع ذلك كانت بتذهب لأداء الأدوارها بعد أن يحفظها لها زوجها. لما اشتد المرض عليها سفرها الرئيس الراحل جمال عبد الناصر لأسبانيا للعلاج، ومن هناك أجرت عملية جراحية وشفت ورجعت لمصر، ورجعت هي كمان لحياتها الفنية لحد ما الأمراض كترت عندها. ابتعدت عن الجمهور والوسط الفني وتوفى سنة 1976. بس قبل وفاتها حولت بيتها لدار لحفظ القرآن الكريم. ما تنساش تحط اللايك للفيديو، ولو لسه مش مشترك ما تنساش الاشتراك فضلا وليس أمرا وتفعيل الجرس. مع السلامة.